تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 مايو 2017، استقبلت اللجنة المخصصة لسحب وإيداع ملفات الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الساعة منتصف الليل من يوم الأحد الموافق ل 5 مارس 2017 18 حزبا وقائمة حرة واحدة مع انتهاء الفترة القانونية لإيداع ملفات الترشح. العملية التي تمت في ظروف جد حسنة بشهادة الجميع بالنظر إلى التحضير والجاهزية الكبيرة وتوفير كل الوسائل المادية والبشرية من طرف السلطات الولائية، وهو ما تؤكده تصريحات بعض المترشحين، فلنستمع. أولا بودي أن أتقدم بكل الشكر للسادة المشرفين على خلية سحب وإيداع ملفات المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ليوم 4 مايو 2014 بصفتي كمترشح في ولاية الواد استجابة للانتخابات التشريعية ماي 2017. كلنا معنيون طبعا. أنا شخصيا وجدت كل الظروف المهيئة. الاستقبال كان رائع جدا. اليوم الولاية قدمنا قائمة المترشحين ولقينا كل التسهيلات من الأخوة الإداريين المكلفين باستقبال ملفات الترشح، وبارك الله فيهم. صراحة يعني استقبال في مستوى حظينا به من جميع الموظفين، كثر خيرهم الكل، جرت الأمور بسلاسة. نشكر مصالح ولاية الواد على حسن الاستقبال، على التنظيم الإداري المحكم، على الطاقم المؤهل والمؤطر الموضوع لترتيب الملفات واستقبال الملفات. لاقينا كل التسهيلات، فشكر الألف شكر لمصالح الولاية وعلى رأسهم السيد الوالي لهذه الإمكانيات المتاحة لنا. الأمور تمت في أحسن ما يرام. وجدنا مدير التنظيم والخلية التي تؤازره وتعمل معه استقبلوا الملفات في أحسن الظروف وأحسنها. نشكر الإدارة على حسن استقبالها، وكان السير كان يعني في المستوى، وكانت كل شيء يعني مر يعني بيسر وبتسارع يعني ما شاء الله يعني، وانا اشكرهم على هذا المجهود اللي قاموا به. اليوم نحن في الساعات الأخيرة لخرج لإيداع الملفات، وقدمنا إلى مقر الولاية مدير التنظيم والمكتب المخصص لاستقبالنا. كان استقبال جد حسن، حفاوة استقبال كبيرة. كان يعني لكل الموظفين وكل الإدارات بما فيهم السيد الأمين العام للولاية وكذلك مدير الولاية للتنظيم والشؤون العامة، كلهم في استقبالنا. وكان الموظفين يعني كانت المعاملة يعني جد حسنة، وكل التسهيلات يعني قدمت لنا في هذا اليوم. الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 4 مايو القادم أرادها جميع المترشحين أن تكون عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة، وهذا من خلال دعوتهم لجميع شرائح المواطنين إلى المشاركة وبقوة والإدلاء بأصواتهم. أدعو المواطنين والمواطنات في ولايتنا العظيمة سوف وريق أن يخرجوا بقوة لهذه الانتخابات. إن شاء الله تمر هذه العملية الانتخابية في ظروف حسنة، وتكون إن شاء الله عملية انتخابية مباركة على جزائرنا الحبيبة، تنطلق من خلالها عهد للتطور والازدهار. ما يبقى لنا إلا أن نتمنى أن المواطن السوفي يخرج للانتخابات ويصوت بقوة ويعطي رأيه لإنجاح هذا الحدث الهام. وأنا الآن أقرأ أمامي سمع صوتك. احنا نتمنى من المواطن انه يروح يدلي بصوته ويختار الاكفى والامثل والاصح، والله موفق، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيه الجزائر. ان شاء الله خير البلاد، وان شاء الله بلاد زاهيه، ان شاء الله بلاد برجالها وبعبادها، وان شاء الله ديما خير ان شاء الله. لازم يوقفوا، لازم الشعب ينتخب والشعب يخرج من مراكز الاقتراع، وربي يجيب الخير للبلاد ان شاء الله، وربي يوفق اللي باهي واللي نائب على ولاية الواد، ربي يوفقه ان شاء الله في خدمة البلاد والعباد. الانجازات التي حظيت بها الجزائر لا تحصى ولا تعد، لذلك انصح جميع المواطنين بالذهاب مجموعات في سبيل ان تبقى الجزائر واقفة في هذا اليوم السعيد.
الانتخابات التشريعية تاع 4 ماي. ماذا بينا يعني نطلب من سكان الولاية باش يمشوا جميعا للصناديق تاع الاقتراع، وان شاء الله نتمنى تكون انتخابات ان شاء الله نزيهة وشفافة، وهذا كل في صالح الوطن ان شاء الله.